مبدئيا كده لازم تبقى عارف ان ال 4000 ساعه مشاهده يعني 166 يوم ونص من مشاهدات فيديوهاتك في اخر 12 شهر، فرقم كبير جدا 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 جدا. النهارده فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تجيب ال 4000 ساعه بتوع يوتيوب بسرعه جدا جدا. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات على شويه حاجات لو عملتهم هتجيب ال 1000 مشترك بسهوله، كان لازم اعمل فيديو كمان عن الشرط الثاني بقى وهو ال 4000 ساعه. مبدئيا كده لازم تبقى عارف ان ال 4000 ساعه مشاهده يعني 166 يوم ونص من مشاهدات فيديوهاتك في اخر 12 شهر، فرقم كبير جدا 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 جدا. انت متخيل انت محتاج ان الناس تتفرج على 166 يوم ونص من فيديوهاتك في اخر سنه؟ فالموضوع مهم جدا جدا ولازم تركز معايا علشان تعرف ان انت تجيب ال 4000 ساعه مشاهده بسهوله. انا عن تجربتي فكل الحاجات اللي اقولك عليها في الفيديو ده ساعدوني بنسبه كبيره جدا جدا، وباذن الله يساعدوك انت كمان في ان انت توصل ل 4000 ساعه. انا لسه ما وصلتش، لكن الحاجات دي ساعدتني ان انا ازيد بنسبه كبيره جدا في عدد الساعات. فيلا بينا. اول حاجه لازم تهتم بيها وهي انك تعمل فيديوهات لها علاقه ببعض. يعني مثلا انت عملت فيديو عن شرح في حاجه معينه في برنامج معين كده، ما تقومش بقى رايح تعمل فيديو تاني بقى عن حاجه مختلفه تماما عن الفيديو ده. لا، انا عايزك تعمل فيديوهات لها علاقه ببعض، يعني كانك بتعمل سلسله كده مثلا لبرنامج مونتاج ولا حاجه، ولكن لازم تعمل سلسله عن حاجه معينه في قناتك كده لها علاقه بمحتواك، تعمل لها سلسله كامله. لان انا عايزك تعمل فيديوهات لها علاقه ببعض، سلسله كامله كده عن حاجه واحده بس مش اكتر من حاجه. وفي الاخر اول ما تخلص مثلا السلسله دي تقوم تحطها في بلاي ليست او قائمه تشغيل كده، يكون فيها مثلا الفيديوهات بتاعتك اللي انت لسه عاملها في السلسله دي. موضوع البلاي ليست ده بيجيب مشاهدات وساعات مشاهده وبيجيب حاجات كتير جدا جدا جدا. يعني لو مثلا واحد دخل واتفرج على فيديو من البلاي ليست دي وعجبه، اكيد هيروح يشوف الفيديو الثاني والثالث والرابع لغايه ما يتفرج على البلاي ليست كلها. افترض مثلا البلاي ليست دي 10 فيديوهات، كل فيديو متوسط مدته مثلا 10 دقائق، يبقى انت كده طلعت بالمشاهد الواحد ب 100 دقيقه، اللي هو تقريبا قرب الساعتين. انت متخيل الموضوع؟ ففعلا موضوع البلاي ليست ده مهم جدا جدا ولازم تشتغل عليه في قناتك الفتره الجايه، لان ده مهم جدا وهيساعدك ان انت تجيب ال 4000 ساعه بسهوله. الحاجه الجايه بقى وهي الكارد اللي هي بتظهر فوق كده هنا او هنا. الكارد دي مهمه جدا جدا وبتزود ساعات مشاهده بالهبل. تقول لي يا عم انا بعملها ولا بتجيب لي اي حاجه خالص. انا بقى هقول لك على الطريقه اللي فعلا هتخليك تستغل الكارد دي جدا جدا جدا. فاكر البلاي ليست اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو من شويه كده؟ البلاي ليست دي بقى انت هتحطها في الكارد اللي فوق. بس مش كده وبس، علشان تعرف تستغل الكارد دي كويس جدا، اكيد كطبيعه اي مشاهد مثلا بيتفرج على فيديو فاكيد هيجي وقت كده وهيقوم خارج من الفيديو بتاعك. مش كل الناس بتتفرج على الفيديو لاخره، فانت هتيجي تشوف على يوتيوب الفيديو بالشكل ده كده، هتدخل على الفيديو بتاعك هتلاقي متوسط مده المشاهده بتاعت المشاهدين على الفيديو ده، هتقوم جاي على المده دي كده وقبلها ب 10 ثواني او 5 ثواني كده تحط فيها الكارد بتاعت البلاي ليست اللي انا لسه متكلم عنها من شويه. كده بقى انت عملت ايه؟ قبل مثلا ما انا خلاص انا اتفرجت على شويه من الفيديو بتاعك اهو وخارج خلاص من الفيديو بتاعك، انت بقى ما تسيبنيش اخرج من الفيديو بتاعك كده على طول، لا انت بقى هتقوم حاطط لي الكارد اللي بتظهر هنا او هنا، هيكون فيها بلاي ليست كامله بقى مثلا فيها 10 فيديوهات ولا فيها كام فيديو ايا كان. انا بقى مثلا لقيت الكارد دي ظهرت لي فوق وفيها بلاي ليست دي، لو انا مهتم بالموضوع ده وخصوصا لو هو موضوع ريليتد للموضوع بتاع الفيديو بتاعك اللي هو حاجه لها علاقه بحاجه يعني، فطبيعي هقوم داخل على الكارد اللي فوق ديت لان فيها موضوع انا مهتم بيه، حاجه لها علاقه بالفيديو ده انا كنت بتفرج عليه، هدخل عليه بقى واتفرج بقى، هتجمع كميه واتش تايم بالهبل. ونفترض مثلا في ناس كتير جدا دخلت على البلاي ليست اللي انت سبتها في الكارد اللي فوق دي اتفرجوا مثلا على اخرها، هل تسيبهم مثلا يدخلوا ويسيبوا البلاي ليست بتاعتك ويروح بقى يشوف يوتيوب عنده فيه ايه؟ لا طبعا، انت بقى تقوم جاي على اخر فيديو في البلاي ليست دي وتحط فيه كارد للبلاي ليست لها علاقه بالبلاي ليست القديمه. انا اعتقد ان انت مش فاهمني تقريبا. بص انا بسطها لك، انت مثلا عامل بلاي ليست عن المونتاج والبلاي ليست دي انت حاططها في فيديو من فيديوهاتك في الكارد اللي بتظهر فوق، ناس كتير جدا دخلت واتفرجت على البلاي ليست دي، فما تقومش بقى تسيب الناس تطلع وتشوف يوتيوب بره عندهم ايه ويسيبوا قناتك خالص، لا تيجي على اخر فيديو في البلاي ليست بتاعت المونتاج دي وتقوم تحط كارد فوق كده لها علاقه برده بالمحتوى بتاع البلاي ليست دي. مثلا انت عامل بلاي ليست دي عن المونتاج فتعمل بلاي ليست ثانيه عن زياده عدد المشاهدات او ازاي تصور مثلا بكواليتي كويسه، حاجه لها علاقه بالبلاي ليست القديمه، بحيث ان انا مثلا كمشاهد عجبني البلاي ليست دي فتطلع لي بلاي ليست فوق كده انا مهتم بالمحتوى اللي فيها فادخل فيها واتفرج عليها، وهكذا بقى هتجمع كميه واتش تايم بالهبل. اخر حاجه بقى وهي طريقتك في الكلام. نفترض مثلا انت عملت كل الحاجات اللي فاتت دي بالظبط، بس بنسبه كبيره جدا جدا مش هتلاقي اي حاجه حصلت معاك ولا اي فرق، لان انت هتكون بتتكلم بملل شويه في الفيديو بتاعك، فده غلط جدا جدا. انا عارف والله انت كاي مبتدئ على يوتيوب بيتكلم بملل رهيب جدا وبيبقى مرعوب من الكاميرا كده في الاول. يعني لو مثلا رحت شفت الفيديو الاولاني اللي انا نزلته في قناتي انا كنت بتكلم بطريقه ممله جدا جدا جدا، ده كعاده اي يوتيوبر، اي حد لسه بادئ في يوتيوب اكيد هيكون بيتكلم بطريقه ممله، فالموضوع ده بيجي مع التعود، يعني بقى تقعد تصور فيديو ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، فمره بالثانيه كده هتلاقي نفسك اتعودت ان انت تعرف تتكلم قدام الكاميرا، فالموضوع مش سهل. يعني انا عارف والله الموضوع مش سهل، لكن انت مره بالثانيه بالثالثه هتلاقي نفسك عرفت تتكلم كويس جدا قدام الكاميرا، وبعد ما تطبق بقى كل الشروط اللي فاتت دي هتلاقيك بنسبه كبيره جدا عارف تجيب ال 4000 ساعه بسهوله. وبس كده والله دول كانوا تقريبا 5 حاجات، مش فاكر 5 ولا 6، المهم يعني كانوا شويه حاجات كده لازم تعملهم علشان تعرف تجيب ال 4000 ساعه بسهوله. الحاجات دي فعلا انا بعملها في الفتره دي وشايفها بتساعدني بنسبه كبيره جدا جدا في ان انا اجيب ال 4000 ساعه. بس كده اشوفك الفيديو الجاي.
مع السلامه.